انا واحده من الناس ابويا ضربني وبهدلني وطردني وانا بتمنى اشوفه. يا انسه لو سمحت، احنا برنامج مسابقات، اسالك سؤال لو جاوبت عليه هتكسبي الجايزه دي معانا. لا انا مش عايزه اشارك في حاجه، لو سمحت اقفل الكاميرا دي. طب بس ايه؟ لا معلش انا مش عايزه اشارك في حاجه. مش عاوزه ليه؟ بقول لك هنفرحك وهنكسبك. يا عم هتفرحني ايه؟ ابعد عني بس. في ايه مالك واقفه لوحدك ليه؟ عرفيني بس. اعرفك ايه ولا ايه؟ في ناس كتير بتتفرج علينا. بصراحه كنت بفكر ان انا افوت. يعني ايه تفوت؟ فوت من هنا قدامك ميه هي اتعلم السباحه مثلا هفوت. في حاجه مستاهله انك تعملي كده اصلا؟ انا حياتي غلط اصلا. التفكير في كده اصلا غلط. حياتك غلط ازاي؟ حياتي غلط في غلط، واللي بيحصل في حياتي كلها غلط اصلا. احكي لك مثلا يعني ان بابا عمود البيت زي ما الناس بتقول، رمينا مثلا في الشارع انا واخواتي. اللي احكي لك واقول لك الشخص اللي انا كنت بحبه 4 سنين لما جه يتقدم لي مثلا وخد ميعاد من العيله وكده، اخوه الكبير يقول له معلش احنا عايزين ننسب راجل، مش عايزين ننسب واحده ست، لو مؤاخذه في الكلام يعني. ازاي يعني ابوك رماكي في الشارع؟ مش فاهم. بعد ما طلق ماما هو طردها الاول وبعدين طلقها غيبا، وبعدين انا واختي الوسطانيه يعني مشانا كده، كان بيفضل يقول انا هتجوز على امكم وكده، امكم وحشه، مع ان هما الاثنين اصلا ولاد عم. سبحان الله، يعني المشاكل ما بتجيش الا من القرايب، لا ضرب واهانه. عارف انت، احنا شفت انت الخراطيم الحمراء بتاعت الشقه دي اللي بيحطوا فيها سلوك واسلاك اللي بتاعت الكهرباء؟ ايوه عارفها. بابا كان بيضربنا بيها. بيضربكم بالخراطيم؟ والله العظيم احنا مش عايزه اقول لك ان الخراطيم دي كانت بتعلم علينا علامات ما كانتش بتروح بسهوله. طب كنا احنا الثلاثه بنتضرب بيها. طب كل ده ليه؟ مش عارفه والله، انا كنت عملت له ايه؟ هي كانت على طول الدكتوره مثلا، وماما وهي حامل كانت بتقول له ده هي حامل في ولد، كان ايام زمان ما كانش في سونار قد كده يعني. لما عرف ان انا بنت بقى كرهني وكره الدنيا وتف في وش امي، مش عايزه اقول له تف في وشها والله. يوم ما عرف ان انا بنت كان بيقول للدكتوره انت بدلت الولد، انت بدلت الولد، عشان كده ما بيحبنيش خالص. يعني انتوا كلكم اصلا بنات؟ احنا 3 بنات الحمد لله. هو كان نفسه في ولد؟ بقاله 6 سنين من بعد ما طلق ماما وطردنا، اتجوز لسه ما خلفش، بس لسه ما جابش ولد وعمال يصرف على عيالها. احنا مقومين محامي بقالنا 6 سنين، هحكم لنا ايه؟ نفقه 400 جنيه فين وفين عما بناخد حاجه، مفيش مصاريف خالص. يعني سبحان الله، اتجوز على والدتك عشان يخلف ولد، هو دلوقتي لسه ما خلفش اصلا. ما خلفش لا. انا مش عارف ازاي الناس بتخالف اراده ربنا. انا مش عارف اقول لك ايه، بس عرفيني ازاي اقدر افرحك. الحاجه الوحيده اللي بتفرح الواحد هي العيله ولم العيله. احنا حاولنا نلم العيله والله قبل كده بس مفيش فايده. طب انا عاوزك تهدي بس. انا شويه الحمد لله هديت يعني. انت قبل ما تيجي اصلا انا كنت واقفه هنا بقالي ساعه كده. تعملي ايه لوحدك بقالك ساعه يعني؟ افكر. هتقولي بتفكري في ايه؟ يا اما نط هنا في الميه ماشي، يا اما والقطر معدي كده قوم فطه قدامه. الفيديو ده هينزل، انا عاوزك بس تشوفي كلام الناس. انت هتستفادي ايه اصلا من اللي انت هتعمليه ده؟ يعني احنا الحمد لله عايشين كويسين الحمد لله. ما فكرتيش لحظه ان بعد ما تعملي كده ايه اللي هيحصل؟ ماما واخواتي اللي هيزعلوا وانا هموت كفه. ليه بقى نعمل كده؟ انت عارف لما باجي اشوف مثلا واحده ماشيه مع باباها بيعملها حلو، او مثلا واحده في شبكتها مثلا وباباها جنبها وبيلبسها مثلا الذهب بتاعها. امبارح والله حتى وانا ماشيه في الشارع لقيت واحده باباها بيجيب لها سلسله ذهب، نفسي عزت عليها، بقيت ماشيه في الشارع وانا نايم جنبها. بجد حظ مايل يعني، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا ياخد مننا حاجات كتيره قوي، وفي حاجات كتيره برضو موجوده عندي ومش موجوده عند غيره، وانا الحمد لله يعني. والدتك بتصرف منين؟ بص يا ماما شغاله اصلا في معمل تحاليل بقالها 6 سنين. انا كنت المفروض ان انا ابقى كليه هندسه وكده، وعشان ظروف الانفصال دي طبعا ما كانش في ماديات وما كانش في لبس اصلا ان احنا نخرج بيه وكده، فما عرفتش اقدم وكده، فدخلت التمريض خاص هنا في المنصوره. ما فيش حد طبعا بيصرف علينا، لا خال ولا عم. امك دلوقتي سندك. انت عارف لو في واحده تانية والله في الوضع بتاعها ده كان زمانها رمت عيالها، كان زمانها قالت ما ياخدهم، هو اولى بيهم، هو ابوهم مثلا. لا هي خدتنا ورافضه الجواز لحد النهارده، مع ان في حد طلبها قبل كده وهي قالت لا انتوا هجوزكم الاول. ربنا يخليها لك، تفرح بيك ان شاء الله. انت مخطوبه ولا؟ ربنا يفرحك ان شاء الله، تلاقي ابن الحلال اللي يستاهلك. عاوز بقى اسالك سؤال، بما انك يعني كنت حزينه كده، اتفضل. ايه اخر حاجه فرحتك في حياتك؟ ما فيش حاجه، انا على طول كده. مفيش حاجه فرحتك خالص؟ تروحي مصيف تعملي؟ مصيف ايه يا عم؟ انا واحده من الناس ما خرجتش مصيف ولا مره. ما هو عمود البيت مش موجود. طب انا عاوز افرحك، يعني اعمل ايه؟ ممكن اسالك سؤال لو جاوبت عليه تكسبي الجايزه دي؟ يا عم مش مهم الفلوس والله، بس لو السؤال سهل وكده نقدر نجاوب عليه. ما حكم الشخص اللي بيموت نفسه؟ ده سؤال ده؟ يا سلام. اكيد طبعا هيموت كافر ومفيش جنه وكده ومفيش حساب حتى لو عمل اي حاجه حلوه في حياته، مفيش. ما انت عارفه اهو.
انت بتسألني كده عشان التفكير اللي كنت عايزة. ده مش ليك انت بس، في ناس بتفكر نفس التفكير ده بيشوفونا دلوقتي. مفيش حاجة مستاهلة ان احنا نعمل كده عشانها. هي الدنيا تلاهي ومشاكل وكده، بس هو غصب عن الواحد. لازم الإنسان نحمد طاقة، ربنا. والطاقة دي لما خلاص كده هتنفذ، خلاص الواحد ما بيشوفش هو بيعمل ايه. الحمد لله. احلى حاجة قلتيها الحمد لله، وعشان كده انت كسبت الجايزة دي. اللهم بقى لله. انت تستاهليها. مش عايزاها، خلي في حد تاني اكيد محتاجها وكده وربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسناتي فرحك خالص، ما انا عاوزك. انت فرحتني والله. خلي بس الناس تدعي لي، وابقى انا كده الحمد لله فرحان. ادعوا لها يا جماعة في الكومنتات يا ريت يعني. يلا بقى شيلي الشنطة دي ومعلش امشي من هنا. حاضر والله بجد همشي ان شاء الله. امبارح والله حتى وانا ماشيه في الشارع لقيت واحده باباها بيجيب لها سلسله دهب، نفسي عزت عليها، بقيت ماشيه في الشارع وانا عينيا مدمعه.